في ليلة من ليالي الشتاء الشديدة البرودة، كانت امرأة متوسطة الجمال يحيط بها الحرمان من متع الحياة، ودموعها تتساقط كأوراق الشجر. وفي ليلة عصفت فيها الرياح وزمجرت الزوابع داخل نفسها، صاحت صيحة اهتزت لها أركان كيانها القبيح: أيها الشيطان، لم يبق إلا أنت. وفي شبه غيبوبة إلى الجدران تنشق، ويظهر لها الشيطان فيقول لها: ماذا تريدين؟ فتقول: الجمال، الحياة، المتعة. تتكلم كما يتكلم العطشان عندما يقول الماء الصحراء، فيقول لها: أتعرفين الثمن؟ فتقول: خذي الثمن الذي تريده. وضع الشيطان يده على رأسها فعادت إلى شبابها من جديد، كما كانت تتمنى أن تعود إلى الشباب. أخيرا ستنطلق وتعيش كما كانت تريد من متع الحياة. قبل انتهاء المهلة التي كانت اتفقت مع الشيطان عليها، وبعد أن تمتعت بحياتها كما كانت تتمنى وتحلم، تذكرت شيء مهم: إنها ممكن تموت في أي لحظة. فكرت إن هي لازم تتوب، وفعلا بدأت تترك المعاصي قبل فوات الأوان. جالها الشيطان بسرعة ومع أعوانه: ماذا تفعلين؟ قالت: تمتعت بالحياة وبقى لي متعة واحدة، وهي متعة الروح. رجعت لطريق الحق وتمتعت بعبادة الله قبل فوات الأوان. مضت الأيام والشهور وهي تحمد الله على نعمة أنه هداها للطريق الحق. عند موتها أتى الشيطان وأعوانه ليأخذوا روحها إلى الجحيم كما اتفقت معه. فما رآها خاف منها، لأنه وجد النور يشع من وجهها، وأخذتها ملائكة الرحمة إلى الجنة. حمدت الله على التوبة.